السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيار الزوج أو اختيار الخطيب أو الزوجة أو الخطيبة، ربنا سبحانه وتعالى يشاء في الكون إنه يمشي بقانون الزوجية، يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى الإنسان في نفسه كل شيء منه فيه زوجين، سبحان الله. أما إن احنا نعيش فرادى ونبقى يعني بني آدم فرد كده، ده مش طبيعي في الكون. كل كائن حي لازم يكون ليه زوج، ده الطبيعي، وده ما تميل إليه الفطرة البشرية. فمن هنا سبحانه وتعالى جعل في حاجة اسمها المشاعر. المشاعر دي هي شيء بيخدمنا في كل الأحوال، في كل المواقف. نيجي بقى في موضوع الارتباط و... و... والزواج وإن يبقى في حد في حياتنا، المشاعر بتلعب دور بيعتمد اعتماد كبير جدا على الأفكار اللي مترسبة جوانا حوالين الموضوع ده. شوية أفكار بنكسبها مع الوقت من صغرنا، فالأفكار دي تبتدي تولد مشاعر. المشاعر دي في حالة احتياجنا للخطوبة أو الجواز أو لوجود شريك حياة، يا إما المشاعر دي بتودينا في اتجاه في صالحنا أو بتودينا في اتجاه عكس مصلحتنا. من الآخر، ونصيحة لكل حد بيفكر يرتبط او نفسه ربنا يرضيه، وده دعاء ناس كتير، بنات عايزة ربنا يرضيها بزوج يتقي الله، وشباب. خلاص احنا اتفقنا على انه هدف. غير افكارك واشتغل على افكارك، علشان المشاعر اللي هتتولد من الافكار دي هي اللي هتوجهك ناحية البني ادم المظبوط. ما نقعدش نوجع دماغنا ولا احنا نبحث. احنا ما نبحثش، احنا ما ندورش في البني ادمين ولا نشغل بالنا ده مناسب ليا ولا ده مش مناسب ليا خالص. دورك جواك، دورك جواكي. اشتغلوا على نفسكم، كل واحد يشتغل على نفسه وعلى قناعاته وعلى افكاره وعلى السيستم المظبوط اللي هيختار بيه الشخص. ربنا سبحانه وتعالى هيوقع قصادنا وهيجيب قصادنا وفي طريقنا الشخص اللي يليق بالسيستم اللي جوانا ده. هل السيستم ده سيستم مظبوط؟ انا الافكار اللي انا زرعاها جوايا عن الزوج وعن الزواج وعن الحياة الزوجية، افكار متوافقة مع منهج ربنا ولا مش متوافقة مع منهج ربنا؟ طيب المواصفات اللي انا عايزة احطها في الشخص اللي هرتبط بيه، انا ما ادورش على المواصفات بره، انا احط المواصفات جوايا وابتدي انا اتحلى بيها وتبقى موجودة في اخلاقي. يعني انا لو عايزة انسان صادق، ستات كتير وبنات كتير تقولك الا الكذب. انا الصفة اللي ممكن اترك فيها خطيبي او زوجي هي الكذب، الا الخيانة، الا اللف والدوران. الصفات دي لو ما كنتش انا في اصلي موجودة جوايا، انا لازم هلاقيها والاقي عكسها، هلاقي عكسها في الشخص اللي انا بدور عليه. ولما هرتبط بيه هلاقيها ظاهرة وبتنور كده او بتعمل ازعاج كده في الحياة. فنشتغل على انفسنا في الصفات اللي عايزين نلاقيها في الشخص اللي هنرتبط بيه، ده اولا. ثانيا بقى، وده الاهم، حطي أجمل صورة وأجمل مواصفات وتفاصيل التفاصيل للشخص اللي نفسك ترتبطي بيه. حط أجمل صورة وأجمل تفاصيل التفاصيل للبنت اللي عايز ترتبط بيها، واطلبها من ربنا، اديها لربنا، سلمها لربنا في كل شيء، وسيبه هو يجيبها لك. ما تدورش، ما تدخلش في قصص، ما تدخلش في علاقات، ما تدورش بين الناس، ما تتعبش نفسك. ربنا سبحانه وتعالى هيوقف قصادك الشخص اللي تعيش معاه من اول يوم لاخر يوم في الحياة وانت متهني ومبسوط في تصاعد.
يعني مش مثلا زي ما بيقولوا أول الجواز حلو، لأ أول سنة في الجواز، لأ مش عارف، لا والله، لا والله. لما يكون الشخص اللي ربنا هيرضيك بيه وترتبط بيه هو الشخص اللي انت سألت الله عليه وطلبت مواصفاته من الله، الشخص ده هتعيش معاه حياة كل يوم أحلى من اللي قبله. كل سنة بتمر المشاعر والحب والاطمئنان والأمان والمودة والرحمة بتزيد. ليه؟ لأن الله هو اللي جابه، الله هو اللي ادهوني. فخلاصة الموضوع، كل الكلام عن الحب وقصص الحب والأفلام والمسلسلات والأغاني كل ده هري، كل ده سعي. الناس بتسعى هي اللي تجيب، هي اللي تدور. لا، ده رزق، ده رزق من ضمن الأرزاق الكتير اللي ربنا حطها في الكون. كوني أرزق بشخص، الشخص ده يبقى قرة عين، الشخص ده لازم يكون الله هو اللي اداهولي. لا تدور ولا تتعب نفسك، ولا تدوري ولا تتعبي نفسك. سعيك البشري هيبقى في البني آدمين اللي بيتعرضوا عليك. اقعد تأكد ان دول فيهم ارتياح، انت مرتاح، انت مرتاح وانت بتتعامل معاهم. والحتة دي عايزة بصيرة، والبصيرة أبدا 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 عمرها ما تيجي غير من الله. البصيرة بتيجي لما يكون الإنسان ماشي على طريق الله ومنهج الله والقوانين اللي وضعها الله في الكون. فأنا بكون بفضل الله بتقي الله، مش بغتاب، مش بنم، مش بكذب، مش بخون، رحيمة ودودة، معطاءة كريمة، بشوشة. الحاجات دي أخلاقيات ومواصفات وماشية على منهج ربنا. فيقوم ربنا يديني بصيرة عموما في كل شيء، في اختيار الشخص، في اختيار الوظيفة، في اختيار أي مشروع. دي بصيرة احنا محتاجينها. البصيرة دي لما يجيلك شخص يتقدملك هتشوفيه صح. والله وعن تجربة كانوا بيتقدموا أشخاص ما فيهمش غلطة، والله ما كان فيهم غلطة، شكلا وموضوعا وأخلاقا ومستوى مادي ومستوى اجتماعي ما فيهمش غلطة. ولكن الله بيجعل جوه القلب إحساس لا، لا ليه هو لا. يجي شخص تاني لا، لحد ما يجي الشخص اللي تقولي عليه نعم هو، من غير ما حتى يبقى المواصفات الواو، يعني اللي هو ده فعلا عندك حق. لا، كان شخص عادي زيه زي الناس، بس انا كنت شايفاه من جوه. وناس كتير تشوف الشخص من جوه، مفيش أدلة مادية تثبت ان هو 100% هو ده الشخص، ولا كان في أدلة مادية تثبت 100% ان اللي اتقال عليه لأ، ده فيه مشاكل. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى تمر السنين واكتشف ان الشخص ده ما كانش مناسب فعلا، مع ان ما كانش تحت ايدي ما يثبت ان الشخص ده مش مناسب. ولكن هو سبحان الله، النصيحة اللي انصحها لأي بنت ولأي شاب من أول ما يبتدي فترة المراهقة، ولو كبرنا ولو دلوقتي حتى عندنا 20 أو 30 أو أي حاجة، ما تشغلوش قلوبكم بحد، ما تدخلوش نفسكم في قصص حب. والله دي مهلكة، والله ده هدر للطاقة، والله ده تلويث للقلب. ما تحاولوش تحبوا حد، ما تروحوش انتوا للناس، خلوا ربنا هو اللي يجيب لكم الناس. كل ما كان ايام المراهقه وايام الثانويه العامه وايام الجامعه كان في كده ناس تيجي قدام الشخص قدامي مثلا، واقول ايه، لا الشخص ده عاجبني، لا الشخص ده انا عاجبني في الموقف الفلاني زي ما كده بنشوف في الافلام. وبعدين اتذكر ان لا، انا مش عايزه الطريقه دي، انا مش عايزه انا اللي اسعى لوجود الاشخاص في حياتي او الشخص ده في حياتي او العلاقة دي في حياتي. انا دايما كنت بسيبها واقفل على طول الباب ده. مش عايزة مشاعر، مش عايزة ادخل في قصص، مش عايزة احب. مش عشان انا مش عايزة احب، لا، انا مش عايزة ادخل نفسي في دوامة هي دوامة ادمان وتوهان.
ولخبطة وهم وزعل لأن هو كده، هو كده. لكن كنت برجع على طول لربنا وأقول له يا رب أنا مش عايزة أنا اللي أختار، أنا عايزاك أنت اللي تختار لي، أنت اللي تقدر لي الشخص، أنت اللي تجيبهولي. وكانت المواصفات بحطها على أعلى مستوى، على أعلى مستوى، وأقول يا رب أنت اللي هتجيبها. كان بيتقال لي كده أنت هتفصليه على إيدك. أقول لهم ربنا رب كبير قادر إنه يخلي الشخص اللي أنا عايزاه يتواجد في الحقيقة، لو في آخر الكون هيجيبه عندي. وفي كل حاجة والله، مش في الزواج بس، في الشغل، في الأولاد، في كل حاجة، في كل حاجة كنت أقول أنا بحط اللي نفسي فيه واسيبه على عتبة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى يجيبه في الوقت المناسب، بالشكل المناسب، بالطريقة المناسبة. والعلامة اللي بتأكد لي إن ده طلبي البصيرة والارتياح. الحمد لله رب العالمين. وده اللي كان بيحصل، وده اللي بيحصل إلى الآن. فلما تيجي بنت تتكلم معايا، بنت صغيرة أو في ثانوية أو في كلية أو أقول لها ما تتعبيش نفسك، ما تدوريش، ده مطلب، ده مطلب من مطالب الحياة، ده حاجة بشرية، حاجة فطرية، إن البني آدم نفسه تسعى لوجود حب في حياته، طبيعي. ده أنا لا أنكره، ولكن مش أنا اللي هروح ألبيه، ده الله سبحانه وتعالى. أنا أحط طلباتي على عتبة الله وربنا اللي يجيبهولي، وأفضل أنا مخي وقلبي، وأقفل على قلبي، وحصن قلبي، واخد بالي من قلبي. قلبي ده تحت أمري أنا، ما يتفتحش لأي حد، ما يتفتحش إلا للشخص اللي أكون أنا قايله له هو ده. ابتدي حبه، وابتدي طلع مشاعرك في حياتك ومع الشخص ده. غير كده مفيش حاجة اسمها القلب رفرف والقلب دق والكلام ده كله هدر وتعب وإرهاق وحالات كده اللي هي بنقعد نسمعها في الأغاني. لا 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 خالص. أنا أولى بقلبي، وأولى بعقلي، وأولى بمشاعري أحطها في حاجات تانية تفيدني، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يحط قدامي الشخص المناسب، وساعتها أحبه وأنا مطمنة. ليه؟ لأن الله اللي جابهولي، الله اللي جابهولي. فدي نصيحة بنصحها للمقبلات على الزواج، وبنصحها للبنات الصغيرين. أقول لها يا حبيبة قلبي صوني قلبك، صوني قلبك، حصنيه، خليه بحب ربنا وحب أهلك لحد ما ربنا هيبعت لك الشخص. ما تتعبيش نفسك، ما تدوريش، ما تتعبيش نفسك أبدا وتدوري. والبنت اللي بتعمل كده بتعيش ملكة، والله بتعيش ملكة. البنات اللي اتربوا على ايديا وطلعوا ان انا مفهماهم يعملوا كده، بنات بيتقال لهم انتوا عاقلين، انتوا منورين، انتوا رائعين. ليه؟ ما هماش هوائيين، ما هماش ماشيين بقصص بقى وحوارات والنهارده بتحب، لا النهارده متسابه، لا خالص، لا. هي صاينة نفسها وصاينة قلبها وصاينة عقلها ومشاعرها، فتعيش ملكة معززة مكرمة قبل الجواز وبعد الجواز. لأن هي إن شاء الله لما تتجوز هتتجوز إنسان يصونها زي ما هي صانت قلبها وصانت مشاعرها. إنسان يصونها ويعزها ويخاف عليها ويحبها، لأن هي ما هدرتش مشاعرها، ما رمتش مشاعرها على عتاب أي حد. لا، مش أي حد، اللي ربنا يجيبهولي عشان يكون يستاهل حبي، ويستاهل احترامي، ويستاهل تقديري، ويستاهل ان انا اعيش العمر كله انا وهو في قصة حب لا تنتهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.